قول لي يا ابو سريع، الفرق بين الخطيف والعبيط غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. اركب الهوا. عيب الدخله دي يا احمد يا حسن. يا نهار فكرة انا بصفي من موضوع النقل الذكي ده في اليوم 1000 جنيه بعد مصاريف الصيانه وبعد مصاريف البنزين والكلام ده كله. 1000 جنيه دي صافي ليا انا في جيبي. ده طبعا لما جربت ان انا اشتغل على اندرايف وعلى ديدي. مش انا اللي بعمل الكلام ده، دي بعض التعليقات اللي بتجيلي من الناس اللي بتقعد تقول لي ان احنا جربنا وبنشتغل بقالنا 3 4 سنين، على الرغم من ان ابو سريع يعني قام بالواجب وفهمهم بالزياده المفروض ان هم يعملوا ايه. ولكن اغلب التعليقات اللي بتجيلي بلاقي تعليقات كتير من النوعيه دي ان احنا بنعمل 1000 جنيه في اليوم صافي. طيب تعالى يا حبيبي هفهمك بس بالراحه كده. انت ال 1000 جنيه اللي بتعملها دي، وانا عملت فيديو هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. انا لو عايز اعمل ال 1000 جنيه في اليوم، انا هنزل اشتغل كل يوم زي ما تيجي بقى عدد ساعات، هشتغل لي 11 12 13 ساعه. هاخد المشاوير اللي بتجيلي كلها باي سعر، اي مشوار هيظهر قدامي هقبله باي سعر. والله حلو المكان هنا ماشي. المهم يعني فهاخد المشاوير باي سعر. هيجي لي بقى مشوار 10 كيلو ب 40 جنيه ب 50 جنيه ب 60 جنيه، هقبل المشوار ده. هعمل اخر اليوم 1000 جنيه. طيب هل انت بقى بتحسبها اخر اليوم ده هتشتغل كام ساعه؟ هل بتحسبها كيلو متر، حرقت كيلو متر قد ايه؟ ما هو اكيد مش هتحسبها كده. يعني الطبيعي ان انا اخر اليوم ده احسب معايا كده انا عامل كام كيلو متر. يعني المفروض ان انا مثلا على ال 1000 اللي معايا دي اكون عامل لي 150 كيلو بالكتير. 150 كيلو ليه بقى؟ عشان هتطلع فيهم لو بتاخد الكيلو ب 10 هتاخد 1500 جنيه، هتطلع منهم 400 جنيه بنزين. وقول يا عم انت راجل كحيان، 50 جنيه مصاريفك الشخصيه، وهتشيل 50 جنيه بس للصيانه. فكده انت عملت ال 1000 جنيه. الصيانه اللي هي ايه؟ لو هتغير 50 في اليوم، لو بتنزل كل يوم بتعمل ال 1000، انت موظف بتعملها كل يوم، ال 50 اللي هتشيلها دي اخر الشهر 1500 جنيه. هتعمل بقى سيادتك ايه بال 1500 جنيه دول؟ غيار زيت وفلتر، صيانات، اي حاجه تانية. ده على افتراض ان انت يوميا بتنزل بتعمل الرقم ده. طيب شلت بقى انت يا عم يوميا عملته وشلت ال 50 جنيه على جنب واخدت ال 1000 جنيه وروحت بيها، وحرقت لك بقى 250 300 كيلو. عربيتك بالسلامه كده بعد سنه ولا بعد سنتين مش هيبقى معاك فلوس ان انت تعمل لها صيانه. النقطه الثانيه والمهمه بقى، خدت لك انت بقى دلوقتي ال 1000 جنيه الصافي يا معلم، وبقيت بتعرف تعملها كل يوم وبتحرق كيلوات كتير، ويوميا لازم تنزل تقعد 10 11 12 ساعه عشان تحقق الرقم ده. فايه اللي هيحصل بقى ليك انت كشخص بقى وكبني ادم طبيعي؟ بعد كده هتلاقي الامراض بقى بتاعت السواقه كتير، ظهرك، فقرات، حاجات كده، شويه حاجات كتير. عندك تامين صحي؟ لا ما عندكش. خد بقى من ال1000 اللي انت شلتها وعالج نفسك، وخد بقى من ال1000 اللي انت بتشيلها برضو واصرف على العربيه صيانه. انت اكيد بتغير كاوتش، بطاريه، زيت، لو مركب غاز، موتور. فيا ريت بعد كده الناس تبقى فاهمه هي بتتكلم ازاي، عشان هو الموضوع مش عندي، احنا مش واخدينها تحدي وواحد يخش يقول لي ده انا بعرف اعمل الرقم ده وانت اللي ما بتعرفش تشتغل. انا مش عويل يا حبيبي. يعني انا لو عايز النهارده انزل واخد المشاوير اللي بتطلع قدامي هعمل مش ال1000، يعني ممكن الحمد لله يعني خبره كده ممكن اعمل لي 1000 ونص و 2000 جنيه. بس هعمل مقابلها ايه؟ ان انا هاخد اي مشوار هيجي لي باي سعر. في النتيجه ايه اللي هتحصل؟ زي ما حصل معايا قبل كده. وعلى الرغم ان انا قبل كده كنت باخد المشاوير باسعار عدله، عمري ما خدت مشوار بيبقى يعني قليل قوي لما كنت باخد مشاوير مضطر في البدايه لما ما كنتش فاهم. انما بعد كده بقيت اخد المشاوير باسعار كويسه واسعار كسبانه. لو عملت كده دلوقتي ماشي هروح ب 1500 و2000. اقل فتحه بق في العربيه موتور، الموتور النهارده الشورت بلوك ب 25000 جنيه، فردة الكاوتش النهارده ب 2300 جنيه. شوف بقى قيس على ده اي حاجه تانية كده هتحصل. اي حاجه هتحصل في العربيه انا هقعد جنبها كده واغني ظلموه. يا اما بقى هاخد من الفلوس اللي انا بكسبها عشان عمال احرق كيلوات كتير، عمال كل يوم امشي 300 كيلو عشان اعمل لي فيهم بقى ال 1000 جنيه. لان طبعا عشان اعمل ال 1000 وال 2000 في الوقت بتاع الشغل المريح ده عمري ما هاخد الكيلو ب 10 جنيه. لا ده انا هاخد الكيلو بالثلاثه، 3 ونص و4 و5 والاسعار الهبله اللي بتطلع لنا دي.